شغلي كمكتب فني، كوست استيميشن، يعني ممكن يبقى مختلف شويه عن المهندسين المواقع. فالموضوع بيبقى جديد عليهم. فانا بالنسبه لي الشغل، انا فيه خدت التفاصيل دي، بس الحاجات بالنسبه لي في الكورس كانت منظمه اكتر. السورس بتاعها واضح. يعني حضرتك يعني حتى لما بتبقى في حاجه واقفه قدامنا، تمام، حضرتك يعني بتجيبها لنا من المصدر بتاعها نفسه. فدي برضو كانت حاجه تبقى كويسه، ان احنا مش بنقف عند الحاجه ونبقى مش فاهمينها، لا احنا بنحاول نفهمها لحد ما تبقى كلير خالص قدامنا كشرح. تمام. ده الجزء الثاني. بالنسبه لموضوع التنظيم، يعني انا قبل كده كنت بشتغل بكوست بريك داون، وبطلع شيتات كتير وكده. بس الفكره كلها في التنظيم نفسه. زي ما احنا عملنا مثلا بيفت تيبل، وبعد كده طلعنا كل كولوم لوحده وفسرناها، وبعد كده دخلنا بعد كده جزء الكوست كنترول. طبعا التفاصيل دي كلها طبعا ما كانتش تحت ايدي. تمام. فلا انا حاسه ان احنا استفدنا كتير، مع ان لسه جزء الكوست كنترول لسه ما راجعتوش. لا بس يعني انا من شرح حضرتك هو الموضوع واضح، وهيوضح معايا اكتر لما اخد مشروع من اوله بشتغله. فهرجع اسال حضرتك اكيد لو في حاجه واقفه قدامي. شاء الله. فانا استفدت جدا في النقطه دي. حتى الحاجات النظري، اي نعم، بتبقى كتيره، بس انا شايفاها ان هي يعني ان هي هتفيدني اكتر. حتى لو انا شايفاها دلوقتي ان انا في نقط بعديها، لا بس انا حاسه ان هي بالنسبه لي هتبقى مصدر لما يبقى في حاجه قدامي واقفه. هفتكر ان انا خدتها في الكورس قبل كده، لان انا حاسه ان هو لمم حاجات كتيره قوي. يعني حتى اكبر من الحاجات اللي الواحد بيقابلها عموما. يعني انا في الشغل مش بتطرق لده كله. حتى في موضوع العقود انا مش بتطرق ليه، بس انا يعني هيفيدني ان انا برضو لو واقفه بتكلم مثلا في ميتنج او في حاجه، او ساعات ببقى قاعده برضو في بسمع الناس بتتكلم، هبقى برضو يعني وسعت فكرتي اكتر عن الموضوع. مش هبقى الحته ما اعرفش عنها حاجه خالص. فانا يعني حاسه ان في حاجات كتير عايزه اقولها بس مش فاكره والله. ده يعني ده اللي انا فاكره دلوقتي. متأكد فيها فحضرتك تعبت كمان؟ معانا جدا والله يا باشمهندس. يعني لا حضرتك تعبت معانا والله، وحضرتك كل حاجه بتجيبها من السورس بتاعها، غير في ناس بتاخد الحاجه وبتشرحها. لا حضرتك بتجيبها من السورس، فدي حاجه كويسه يعني ما قابلتهاش قبل كده بصراحه. الحمد لله. فشكرا لحضرتك ومجهودك معانا بصراحه. نعم. بس معلش بقى ان احنا ممكن نزهق حضرتك شويه بعد بقى الكورس ما يخلص، لا ونفضل احنا خالص، نسال بالعكس حضرتك والله، كتير. انا ببقى مبسوط جدا والله، انا ببقى مبسوط جدا والله لما حد يكلمني. عشان ده هنبتدي نشتغل عملي. يعني انا في مشروع هبتدي اشتغل فيه باذن الله، تنفيذه ممكن كمان 3 شهور. براحتك يعني خالص. هتبتدي. لو اه كام سنه ما تشغليش بالك في اي وقت، في اي وقت. فانا ايه يعني فعلا في حاسه ان الدنيا ناس هتبتدي في ناس تسرع والله قدامي بقى. في ناس خلصت من شهور وبتكلمني والله، بتسأل في كيسز وحاجات كده، ما فيش اي مشكله خالص في اي وقت والله. دي حاجه كويسه برضو، لان الناس عموما لما كنت باخد كورسات كنت ببقى الاقي باشمهندس زي مشغولين. فلا حضرتك فاتح لنا الحته دي برضو، دي حته مطمنانا شويه، ان حته اللي هو مش يبقى كورس خلص على كده. لا فدي برضو حاجه كويسه. شكرا لحضرتك يعني، جزاك الله كل خير.